ده بيعمل من مية الفسيخ شربات. قصة مثلنا ترجع لواحد اسمه حسنين. حسنين كان بيجيب شوية سمك ويملحهم ويبيعهم للناس، واللي يفيض منه كان بيرجع بيهم البيت علشان ياكله هو ومراته وولاده. طبعا زمان ما كانش فيه تلاجات، فعلشان يشربوا مية ساقعة مرات حسنين كانت بتجيب شوية مية في كوز وتحطهم على باب الشقة علشان خاطر تسقع. ابن حسنين كان شقي شويتين، فجاب شوية ورد من الزرع وقطعهم وحطهم على المية اللي أمه حطاها. طبعا الست ما قدرتش تكب المية لأنها ساقعت، فراحت شايلة يا دوب شوية الورد اللي على المية وقالت أما نشربهم، وراحت عطياها لحسنين. حسنين قال لها الله ده طعمه جميل قوي، حطي عليهم شوية عسل كده، ده طعمه مختلف تماما. في الوقت ده كان في واحد من القصر الملكي بيلف في الشوارع وبيقول اللي يقدر يعمل للملك أكلة جديدة أو عصير جديد يقول لنا. حسنين قال دي فرصة وجات لحد عندي، أنا هودي العصير ده للملك على أساس إن هو مية فسيخ، أنا قدرت أعمل من مية الفسيخ شربات. حسنين أخد العصير ووداه للملك وعجب الملك جدا، وقال له إيه طلباتك؟ قال له يا ملك أنا عايز حتة أرض وبيت، وطلب من الملك إنه مش هيعلم الطباخين طريقة العصير غير بعد 5 سنين. الملك استغرب وقال له اشمعنى؟ قال له علشان يكون الأرض اللي أنا خدتها منك هزرع فيها شوية حاجات هتفيدني في طريقة العصير. قال له ماشي. وتعدي السنين والأيام وحسنين يبيع ويشتري في العصير زي ما هو عايز، ما هو اللي عارف طريقته. وبعد 4 سنين مراته جات له وقالت له فاضل سنة من المهلة اللي عطاها لك الملك، هتعمل ايه؟ قال لها سهلة، انا هبيع الارض والبيت وهنروح بلد تانية ونعمل فيها نفس الحركة. ولا من شاف ولا من دري. وفعلا باع الأرض والبيت واختفى تماما من الدنيا، ولا من شاف ولا من دري. الملك بعت العساكر تدور عليه وتقلب عليه الدنيا، فص ملح وداب ولا كأنه كان موجود. الملك احتار في أمره واكتشف في الآخر إنه نصاب بيبيع المية اللي محطوط عليها ورق الورد على إنها مية فسيخ، وإن هو عمل من مية الفسيخ شربات.